السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وفيديو جديد من فيديوهات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. زي ما احنا متعودين نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتمنى من كل اللي يوصلوا الفيديو دوت ما يبخلش علينا باللايك. اللايك هو أهم وسيلة للفيديو، أهم وسيلة بتنجح الفيديو، وكمان بيوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك على طول ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا ان شاء الله جديدنا وفيديوهاتنا اللي بنزلها على القناة اول باول. ويلا عشان ما نطولش حضراتكم نخش على موضوع الفيديو بتاعنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. كده النهارده انتهت او كان نهاية اليوم الاول من مباريات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز. كان في حوالي 7 مباريات اتلعبوا على مدار اليوم النهارده. كان في نتائج يعني منطقية، وكان في نتائج غريبة، مش هنقول مفاجآت ولكن نتائج غريبة. هنستعرض مع حضراتكم نتائج المباريات دي، وهنحلل كده بعض المباريات يعني، او هنعلق عليها تعليق بسيط، وهنربط تحليلنا وتعليقنا بفانتاسي الدوري الانجليزي. وبالمناسبة هسيب لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو دوت الكود بتاع الدوري الخاص بقناتكم، قناة ملعب عثمان. اللي ما اشتركش في القناة او في اللي ما اشتركش في الدوري ينزل يشترك على طول في الدوري وينضم للدوري. ان شاء الله هيكون في جوائز للثلاثه الاوائل في نهايه الموسم باذن الله، جوائز كويسه باذن الرحمن. ما تنساش تشترك في الدوري ان شاء الله. هسيب لكم الكود بتاع الدوري في الديسكريبشن بتاع الفيديو. نستعرض كده نتائج مباريات اليوم. بدات المباريات بمباراه استون فيلا مع ايفرتون اللي انتهت بفوز استون فيلا بهدفين مقابل هدف. بعد كده كان في مباراه ارسنال وليستر سيتي وانتهت بفوز كبير وفوز ضخم لفريق ارسنال على ليستر سيتي ب4 اهداف مقابل هدفين، في مباراه شهدت تالق كبير لجابرييل خيسوس. اللي انا قلت لحضراتكم في الجوله اللي فاتت محدش يستعجل على خيسوس ويمشيه، قلت لكم استنوا عليه. مش معنى ان هو في اول مباراه ما سجلش او ما عملش يعني ما جابش اي نقاط بالنسبه لمدربين الفانتسي يبقى استغنى عنه، لا، قلت استنى عليه. النهارده جابرييل خيسوس صنع هدفين وكمان سجل هدفين وعمل معدل نقاط عالي جدا. فالحمد لله دي كانت حاجه من التوقعات اللي انا كنت متوقعها، وهي يعني مش يعني هو مش توقع، مش جمدان مني، ولكن القصه كلها ان انا متوقع ان خيسوس السنه دي هيكون او هيعمل اداء مميز جدا مع ارسنال على مدار الموسم، مش على مدار مباراه او اتنين وكفى يعني. المباراه اللي بعد كده كانت مباراه برايتون ونيوكاسل انتهت بالتعادل 0-0. بعد كده مباراه مانشستر سيتي وبورنموث اللي التهم فريق بورنموث برباعيه نظيفه برضو. فريق مانشستر سيتي كده واخد طريقه كالعاده، ما بيهزرش من اول البطوله. كسب اول مباراه ويست هام على ملعبه بهدفين مقابل لا شيء، والنهارده بيكسب فريق بورنموث في ملعب الاتحاد ب4 اهداف مقابل لا شيء. بعد كده مباراه ساوثهامبتون وليدز يونايتد اللي انتهت بالتعادل 2-2، ومباراه الولفز وفولهام اللي انتهت بالتعادل 0-0. واخيرا المباراه المفاجاه اللي جمعت بين فريق برينتفورد وفريق مانشستر يونايتد، واللي انتهت بخساره مانشستر يونايتد ب4 اهداف نظيفه. يعني اليونايتد ملوش اهل يسالوا عليه، انا مش فاهم. اول مباراه كانت نتيجه اليونايتد هي نتيجه مفاجاه الجوله الاولى بالخساره امام برايتون على ملعبه في الاولد ترافورد بهدفين مقابل هدف. النهارده اليونايتد كان يعني محدش يتوقع ان فريق برينتفورد يفوز على اليونايتد، ولكن النهارده فاز على مانشستر يونايتد ب4 اهداف. وللمباراه الثانيه على التوالي اليونايتد بيهزم وبيخسر اول 6 نقاط. مفيش شكل، مفيش اداء، مفيش تنظيم، فرقه مهلهله، فرقه عندها مشاكل كبيره. ولا يعني بالرغم من ان البعض ظن في اول الموسم مع مجيء إيريك تين هاج المدرب اللي انا بشوفه واحد من افضل مدربين الشباب في قاره اوروبا، مع كمان ان رونالدو استمر مع الفريق وكده، ولكن يعني اداء مخيب في الجولتين الاولى والثانيه. اداء مانشستر يونايتد لو استمر على كده يعني مانشستر يونايتد ممكن ما ينهيش كمان في التوب 6 في الدوري الانجليزي السنه دي. يعني اداء بصراحه مفيش كره بتتلعب، مفيش اداء خططي، مفيش تحولات هجوميه للفريق. فريق تقريبا يعني هيكون مطمع بالشكل ده لاي فريق في الدوري الانجليزي السنه دي. الخساره الثانيه على التوالي والخساره الكبيره من فريق برينتفورد اكيد هيكون لها تبعيات سلبيه على فريق مانشستر يونايتد وكمان على جمهور اليونايتد اللي بدا يلوم وبدا يكون في حمله هجوم شرسه على اداره اليونايتد. هنشوف هل هيكون في ثوره تصحيح وهيكون في تعديل للمسار الفتره اللي جايه لليونايتد ولا لا. المباراه اللي كانت النهارده انا بشوفها كمان يعني قمه الجوله الثانيه او قمه الجوله الثانيه في اليوم الاول من المباريات، هي مباريات ارسنال وفريق ليستر سيتي.
انتهت بفوز ارسنال برباعيه مقابل هدفين لفريق ليستر سيتي. مباراه برضو الارسنال بصراحه بادئ بدايه قويه جدا، يعني بالبلدي كده صرفوا وكلفوا. يعني الموسم دوت ارسنال صرف اموال كتيره، وكمان من اكبر الانديه اللي صرفت على مستوى انجلترا وعلى مستوى كمان اوروبا بشكل عام. عاملين تيم كويس، عاملين تيم محترم، معاهم مدرب محترم ارتيتا. فالنهارده او الموسم ده ارسنال انا متوقع له ان هو هيعمل موسم كويس جدا، وهيكون هو وتوتنهام هما الفرقتين اللي هينافسوا او هيرخموا على ليفربول ومانشستر سيتي في صراع الفوز بالدوري الانجليزي السنه دي. لسه القصه بدري، الدنيا بدري قوي، احنا في اول اسبوعين، ولكن البدايه المبشره من فريق ارسنال تقول ان شاء الله احنا منتظرين من ارسنال. وانا واحد شخصيا من محبي الارسنال، يعني من ايام جيل هنري بقى وبيريز والجيل المحترم ده وبيركامب والجيل دوت. فانا منتظر من ارسنال السنه دي انه يعود لامجاده ويكون منافس شرس على بطوله الدوري الانجليزي ان شاء الله. وكمان في زي ما قلت في البدايه، النهارده كانت مباراه شهدت تالق كبير قوي لجابرييل خيسوس اللي احرز هدفين وعمل 2 اسيست، يعني ساهم في ال4 اهداف اللي سجلهم النهارده فريق ارسنال في المباراه. وكنت قلت لحضراتكم ما تستعجلوش على خيسوس او في الحكم على خيسوس من المباراه الاولى. وكمان مارتينيلي النهارده بيستمر في احراز الاهداف بعد ما احرز هدف في المباراه الاولى امام كريستال بالاس، والنهارده بيحرز الهدف الثاني ليه امام فريق ليستر سيتي. دي كانت برضو مباراه مهمه، جمع ارسنال النقطه رقم 6 من المباراتين بالعلامه الكامله لحد دلوقتي. اتمنى الاستمرار على هذا المستوى الجيد لفريق ارسنال عشان نشوف ارسنال كده وامجاد ارسنال ترجع تاني وتعود من تاني ان شاء الله. باقي المباريات كانت مباريات، يعني كانت النتائج، يعني كان في مباريات سلبيه، مباراه برايتون ونيوكاسل مباراه سلبيه، مباراه وولفرهامبتون وفولهام برضو مباراه سلبيه، مباراه السيتي دي اخر مباراه هنعلق عليها، مباراه برضو كانت مباراه جيده جدا للسيتي، كانت مباراه تقريبا وان سايد جيم. السيتي يعني نصب السيرك تقريبا من اول ربع ساعه في المباراه، 4 اهداف مقابل لا شيء، 6 نقاط من المباراه الثانيه بالعلامه الكامله برضو كما هو حال فريق ارسنال. فريق السيتي فريق شرس، يعني جوارديولا هو كمدرب هو من طبعه الشراسه الهجوميه، دايما بيحب يخلص الماتشات كده في اول ربع ساعه اول نص ساعه، بيسجل اكبر عدد من الاهداف ويبدا بعد كده يخلي بقى لعيبته يستمتعوا بلعب الكوره في المباراه. والنهارده كان في تالق لدي بروين وتالق لفيل فودن وهالاند اللي ما سجلش ولكن عمل الاسيست بتاع الهدف الاولاني. فيعني بدا الدوري الانجليزي كده بدايه او بداياته هي بدايات كالمعتاد، بدايات شيقه وبدايات شرسه. وزي ما قلت لحضراتكم الدوري الانجليزي او الكوره بشكل عام، ولو هتكلم على الدوري الانجليزي بشكل خاص، مفيش حاجه اسمها مباريات منطقيه او نتائج منطقيه الفريق ده يكسب ده، لا بالعكس، كل جوله هتلاقي مباريات من وجهه نظرك انت منتظر فوز فريق على فريق تاني، ولكن هتلاقي نتيجه مغايره. الجوله الاولى وسبحان يعني سبحان الله الجولتين كانت النتائج المفاجاه لينا هي نتيجتين كان يعني بطلهم فريق مانشستر يونايتد، الهزيمه امام برايتون في المباراه الاولى والهزيمه امام برينتفورد في المباراه الثانيه برباعيه نظيفه. ده كده تحليل مبسط لمباريات اليوم الاول من الجوله الثانيه للدوري الانجليزي الممتاز. الفانتسي زي ما قلت لحضراتكم انا ربطت في الفيديو دوت تحليلي للمباريات وتحليلي كمان الفانتسي واداء اللاعبين وربطهم بالواقع. يعني ما تنسوش تشتركوا في دوري القناه، هسيب لكم الكود بتاعه في الديسكريبشن، وكمان هسيب لكم الفيديو بتاع الفانتسي اللي عايز يعرف يعني ايه الفانتسي وشرح الفانتسي بشكل كامل وكل ما هو متعلق باللعبه. برضه هسيب لكم الفيديو او اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، الحاجات دي بتدعمنا وبتخلينا ان احنا نستمر في الظهور لحضراتكم. اللايك مش هيخسرك حاجه، ما تبخلش علينا باللايك. وهستعرض كده مع حضراتكم مباريات بكره ان شاء الله. بكره هيكون في مباراتين، المباراه الاولى هي مباراه نوتنجهام فورست امام ويست هام، والمباراه الثانيه هي مباراه قمه او ديربي لندن كده هتجمع بين فريق تشيلسي وفريق توتنهام في ملعب ستانفورد بريدج. مباراه هتكون مباراه من المباريات القويه جدا. وهنختتم الاسبوع الثاني بمباراه تجمع بين ليفربول وفريق كريستال بالاس في ملعب الانفيلد. اشوف حضراتكم ان شاء الله في حلقات وفيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.